هنا وصلنا الأهم نقطة. ضريبة هيك جبنة وزيت زيتونة ومعاها عظامة وضريبة جديد ما نحكي لكمش. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو باش نهزوكم إلى 3 أماكن سياحية جميلة جدا في مدينة طنجة عروس الشمال، وباش نبدو نهارنا بفطور صباحي مغربي 100% في أقوى مطعم بضواحي طنجة. اشتراككم في قناتنا يفرحنا برشا. خليكم مع تتمة الفيديو. من عروس الشمال طنجة جينا باش نعملوا فطور صباحي مغربي على حقه وطريقه في مطعم ستيتو بين احضان الطبيعه. بسم الله ما شاء الله. شوفوا لي على الخضار. نهار ممطر اليوم اما مش بارد، فيه المطر. شوفوا على المناظر، شوفوا على الجمال الطبيعه المغربيه. بسم الله ما شاء الله على الخضار. بالنسبه للمطعم فيه جلسات هيك قعيدات البرة وعليهم هذاك الباراسول بالسعف، والا فيه زاده بليصات هيك كيما البراكات. زاده منا وين يعمل المشاوي نتاعها. احنا توجينا الصباح مازال بكري معنا مع 10، وين يطيب زاده الطاجين على الفحم. المغاربه المتوحشين بلادهم هنا فرصه باش يتفرجوا على طنجه عبر الفيديو متاعنا. بالينا احنا انصحنا بالفطور الشمالي والمغربي، وكي سألناه على الفطور الفاسي قالنا اللي يحب الخليع اللي هو الجديد، معناه الجديد متاع الغنم الخروف العلوش. دونك احنا طلبناهم 3 باش نجربوهم. فطورنا حضر بسم الله ما شاء الله. طاولة يتعبت. باش نبدا بكم الفطور المغربي. شنو فيه؟ فيه البغرير، فيه المسمن، الزبده البلديه كما يقولوا، الحرشه، هذه الخبز الكامل وهذه الحرشه، وهذا جبن بلدي زاده، والأهم اللي هو الأملو اللي هو في بالي بزيت الأرغان يعملوا فيه، والشوكولا والعسل هذا منا، والمعجون. ويزيدك معاه كويس تاي منعنع، تاي مغربي، وكويس عصير. وهذا منا الفطور الشمالي اللي هو فطور مالح أكثر فيه، معناه فيه البيض المقلي، فيه الخيار، الفرماج رابي، الزيت والزيتون والمرتديلا والطماطم. معناها هذا بليتو مالح أكثر منه حلو. ويزيدك معاه كويس تاي مغربي بيان سور، وكويس عصير برتقال. وهذا الفطور الفاسي. الفطور الفاسي اللي هو معروف بالخليع. الخليع كما قلنا هو الجديد، هذا جديد غنم، ومعاه طماطم والبيض، الزيتون، زيت الزيتون والجبن البلدي، ومعاه كويس تاي كالعادة، ومعاه الدانون كما يقولوا المغاربه، الياغورت. وزادنا هو اوفير جو متاع فريز لوتشي بنان، بارك الله فيه ويكثر خير ان شاء الله. والخبز بيان سور، والماء، وصحه وفرحه ان شاء الله. بالنسبه للفطور الفاسي ما شاء الله ضريبه هيك جبنه وزيت زيتونه ومعاها عظامه وضريبه جديد ما نحكي لكمش ما شاء الله. وبالنسبة للمسمن خدمينا معناها بالفرينة الكاملة، معناها بالزيك متاع فرنسا تحس هذا بسم الله ما شاء الله بالحق لا مجال للمقارنة. هذا مسمنة وبارك الله فيه. بالنسبة للصغيرات زادهم الكريب هذه، شوف قداش مشخشخ، الكيوي والفريز والكريم شانتي. بسم الله ما شاء الله بارك الله فيه، وربي يبارك له ان شاء الله في صحته وفي رزقه. اش قولك في العصير البرتقال؟ Le jus d'orange lait très très bon. Il est frais et il est très délicieux. Il est froid et il est bien. ما شاء الله عليه. جربنا 3 فطورات، الفطور المغربي، الفطور الفاسي، والفطور الشمالي. بالنسبة لي أنا أكثر حاجة عجبني هو الفطور الفاسي. بالنسبة لي أنا الفطور المغربي بصفة عامة معناه. وبالنسبة لك أنت؟ Et pour moi, le meilleur petit déjeuner, c'est le marocain parce qu'il est très bon. Le pain, il est chaud. La confiture, le chocolat et tout, c'est délicieux. الأملو بصراحة رائع جدا جدا جدا، اكتشاف رائع. كان اخواتنا المغاربه يقولوا لنا الوصفه السحريه نتاع الاملو مثالش. وديما تحية المغرب وتحية تونس من عروس الشمال طنجة. عندهم حفلة سياحية سيتي تور طنجي، معناها تعمل بيك دورة في أهم المعالم السياحية في البلاد. هذه ب80 درهم.
مغارة هرقل. بالنسبة للأسطورة هرقل شنو تقول؟ هرقل هو معناها عند اليونان هو ولد ملك الآلهة. أباه هذايا عنده معناها زوجة أخرى، والزوجة الأخرى بيان سور ما حبتاش وكل شيء وماذا بها تتخلص منها بالطرق الكل، لكن هو معناها كان أقوى منها وكل شيء، وبعتالي هي معناها تمت تسيطر عليه لين بدا هو يعمل في حاجات خايبة معناها لين صورة أنه قتل مرته وأولاده الكل، وبعتالي معناها باش يسامحوه طلبوا منه يعمل 12 حاجة معناها صعيبة ياسر وتعجيزية معناها. ولهنا لي بانو زرق هذوما اللي منها يحكوا لك شنو هما معناها الاعمال اللي طلبوها من هرقل باش يسامحوه على الاعمال المأساوية اللي عملها، كيما هنا مثال قتل الاسد النيني. لهنا باش نعملوا جولة في مغارة الفنون. هنا عاملين لافتة كبيرة يحكوا فيها على هرقل البطل الاسطوري. اجواء فنية، فما حس الموسيقى برشا. هنا وصلنا الأهم نقطة اللي هي التقاء البحر الأبيض المتوسط بالمحيط الأطلسي، وهذه آخر نقطة في الشمال الغربي للقارة الإفريقية. لهنا العباد الكل تجي تعمل تصاور مع اللقطة هذه المحطوطة هيك، من البحر الأبيض المتوسط على اليمين وعلى الشمال المحيط الأطلسي. أغلب الناس تجي لهنا باش تعمل تصاور، وإلا تنجموا تهبطوا لوطة زادة، فما بارك مهيأ اللي يحب يعمل المارش ويسمع صوت الموج. بالأماكن السياحية اللي باش تزوروها في طنجة راهي فيها باركينج للسيارات، سواء فما واحد يعس معناها فما وبعتالي تعطيه حاجة معناها بقشيش كما يقولوا الإخوة المصريين، وإلا هو معناها بطبيعته فيه حارس تاخذ تذكرة والساعة 3 درهم. منارة راس سبرتال من أهم المعالم السياحية الموجودة في مدينة طنجة، اللي هي منارة مبنية على شكل المئذنة، فيها تراث إسلامي في الهندسة متاعها، اللي هي منارة تطل على نقطة التقاء البحر الأبيض المتوسط مع المحيط الأطلسي. وبحكم أنه طنجة فيها ميناء كبير معناها فما عبور متاع باخرات كبيرة، دونك تعاونهم في الرؤية. الغابة الحضارية بير دو كاريس أو ما يسمى أيضا بمنتزه الرميلات، مكان طبيعي 100% هادئ جدا، دنيا خضراء ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. بلاصة معناها باش لتهدئة أعصابك إذا كانك متوتر شوي تجي هنا تعمل المارش معناها في الغابة وتخرج هيك الطاقة السلبية الكل وتتمتع بالطبيعة الخلابة في عروس الشمال طنجة. وفي غابة بير دو كاريس فما قصر بير دو كاريس اللي هو بناه أمريكاني، جاب مرته عام 1887 اللي مرته كانت مريضة واقترحوا عليه المكان هذا لأن الهواء متاعها نقي وصافي وتنجم وين تخرج وتتنزه الزوجة متاعها وكل شيء. هذه منا الأير دو بيكنيك مهيئة كلها تواول باللوح باش نبقوا معناها في التامة متاع الطبيعة. غادي عاملين لهم باربيكيو اللي يحب يشوي، وبديما اللافتات مع المحافظة على نظافة المكان، ودايرين بيك الجبال ومن غادي عنا البحر. هذوما القطاطيس مستنسين خاطر العباد تجيب تشوي هنا وكل شيء، دونك عارفين فما الماكلة. مسكين هذا ساقة توجع فيه. لهنا موجودين في سنتر كوميرسيال طنجة مول، هذا فطرنا فيه ونعملوا فيه دورة هيك صغيرة ونشروش قضيات من مرجان. الفطور اليوم فاست فود مغربية، خذينا تاكوس الدجاج يقدموه هيك معناها بالشكل هذا على شكل المثلث، معاه لي صوص والفريت والصوص الحارة، وخذينا زادا بيتزا تون وبيتزا دجاج، وفما زادا الجراتان هذايا اللي هو بالدجاج والجبونات والبيشاميل، وصحة وفرحة للي كلا. بالنسبة للأسواق متاع الفاست فود تاكوس من 5 أورو، والبيتزا زادا كيف تبدأ من 5 أورو، فما كان هذه 8 أورو 50 85 درهم معناها. انتظرونا في برشا فيديوهات على مدينة طنجة، اشتركوا في القناة باش يوصلكم الجديد، نستنوا تعليقاتكم وإعجابكم بالفيديو. إلى اللقاء.